دخلت وسوي كذا سجدوا على طول سجود الشكر من الفرحة. هنا تغير التاريخ. الله. صرت بدل ما أنا ضايع ما أنا داري وين أروح، صرت في أقوى بورد في السعودية. أول بورد في السعودية هو بورد العيون. بالعكس هذه تحمي طفلك وانت تقدم له أكبر هدية لما تعطيه نظارة وهو صغير. بعضهم يتصلون عليهم في البر، عيني توجعني، الحالة تونا مسوي لك عملية همس وش ودك. حوالي 20% من البشر تقريبا عندهم قصر نظر. فهذولا يعني شيء أنا لازم أتعامل معهم عاجلا أو آجلا، يا يجوني صغار عشان يعالجون الكسل أو كبار عشان أسوي لهم عملية تصحيح النظر. السنة نسوي 1200 عملية، أضربها في 14 سنة وضربها في 2 اللي هو كم عين يعني، يعني معدي أنا 15 تقريبا. احنا عندنا مثل في الجنوب يا دكتور، يقول يا مداوي الصوران داوي عيونك. يا سلام. أنا ودي أبدأ معك من مشكلة أكيد أنا متأكد من فضول أي واحد يقول يا أخي كيف تستضيف طبيب عيون معالج عيون، ولكن أنت على النقيض عالجت يعني مجموعة كبيرة، بس عيونك إيش مشكلة هذه؟ الحمد لله. هذا ترى ده السؤال دائما نسأله، وهذا إذا ما في محاورة بدون هذا السؤال أنا أقول محاورة ناقصة. ليه يا دكتور؟ يقول لك باب النجار مخلع. فعندك يعني كيف حبيت طب العيون؟ كان عندي ولد، أول ولد عندي أيوب الله يحفظه، كان ولد خديج يعني على قبل وقته. فهذول يكون عندهم الخدج يكون عندهم قصر نظر في المستقبل. في الولد بعد 2-3 لاحظت أنه ما يشوف واضح. صرت أدور على أطباء حق العيون وقتها. أنت ما كنت بطبيب يعني؟ لا ولا طبيب، كنت طالب في كلية الطب ذاك الوقت في سنة 2 أو 3. المهم وأروح وأدور على الأطباء وكنا ذاك الوقت كنت في القاهرة أدرس، وعلى قولهم من عيادة لعيادة من عمارة لعمارة لين شفت يعني كيف طب العيون عجبني كذا بساطته ويعني ومجاله الواسع، وفي طب وفي جراحة وفي كل شيء، في أطفال في كبار في صغار، المهم متنوع. فحبيت من هنا بدأت يعني سبحان الله أحب الطب، وصار باب النجار مخلع. طيب مشكلتك يا دكتور اللي في عيونك ما جاوبتنا عليه. مشكلتي هي إنه أنا عندي سكر النوع الأول. طيب. وحتى السكر النوع الأول يفضل إنه ما يسوي العملية لو هو كان ملخبط أو ما هو منتظم، لكن اللي هو مرتب بالساعة وبالدقيقة يعني 7 دائما عنده التراكمي يتوكل على الله. أنت ما قدرت تنظم السكر عندك؟ أنا فترات ما قدرت وفترات قدرت، والحمد لله بعد ما ركبت المضخة يعني ضبطت معي الأمور بشكل كبير. يعني جداً. قريبا بتسوي لنفسك عملية؟ والله الآن جاي كل ما أنا الثاني إني تعديت 40 بعد 40. هذه مشكلة إنك لما تسويها بعد 40 القريب يصير صعب وبتضطر ترجع تلبس نظارة. ما ترى بس فداوا مني من النظارة خلني على قولهم على مبنى الشايب على النظارة. طيب يا دكتور، أنا لو أقابل 4 أو 5 أشخاص وأسألهم أقول يعني 5 مسوين عملية تصحيح نظر، وأقول لهم كم واحد منكم سوى عند دكتور عبد الله؟ يمكن 3 أو 4 يقولون سوينا عند دكتور عبد الله، بعدين يقولون عبد الله بابكر، ما يقولون عبد الله أبو بكر. ما أدري حتى وش الربط في الاسم. والله هذول يحبون الرز أبو كاس شكله. ليه؟ وأنا عبد الله أبو بكر بس مشت معي يقولوا عبد الله بكر، قلت بس مشي عبد الله أبو بكر. ما شاء الله. يعني أنا حتى واحد من الناس اللي أنا سويت لهم عملية. الله يجزاك. خليني أقول لك أنا قصتي يا دكتور. أنا أول ما دخلت المستشفى مستشفى الملك خالد كنت أدور أنا أبغى أسوي عملية، خلاص خذيت القرار كنت بسوي عملية 2019 يمكن أو 2018 ناسي والله متى. قالوا عند من؟ قلت أبغى الدكتور عبد الله. أنا أسمع بك بس ما أعرفك. قالوا لي والله الدكتور عبد الله مشغول، ترى ما معك إلا الدكتور الفلاني. قلت كيف سمعت؟ قالوا أموره طيبة. أنا هنا جاني رهاب، أنا أبغى الدكتور عبد الله. وتعرف الواحد يخاف يجي هواجيس، يمكن يجيني عمى، يمكن يجيني غلط، بعيد الشر عنه وعنك إن شاء الله. الله يحفظك. المهم قالوا لي يلا على العملية. والله وأنا داخل لو أنت داخل مع الباب، فكمل طريقي ما كنت أعرفك. قلت هذا من هو؟ قال الدكتور عبد الله. قلت هو اللي بيسوي العملية؟ قال هو اللي بيسوي لك العملية. قلت اللهم لك الحمد. الحمد لله. سمعتك طيبة ودخلت سويت العملية، وإلى اليوم ما شاء الله أنا في نتائجها.
والآن أشوفك 6/6. الحمد فضل لله. الله وفضلك الحمد دكتور. لله الحمد لله. هذا بفضل الله، ثم بفضل يعني الدولة الله يحفظها اللي وفرت كل شيء. الحمد لله. شوف حنا في طرف البلد، في طرف المملكة، وعندنا أحدث تقنية على مستوى العالم. الجهاز اللي عندي توأم أو أخ من الجهاز اللي في مستشفى الملك خالد تخصصي العيون. فيعني نفس التقنية موجودة، ما في فرق. وتوفرت هذه طبعا لها قصة بناخذها إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، الحوار معك شيق، أنا متأكد في محاور كثير بنتطرق لها. مسيرة لأكثر من 13 سنة من بعد تخرجك من الثانوي حتى وصولك إلى ما أنت عليه اليوم، وتوجت بكونك استشاري أول. الحمد لله. ومنحت الجنسية. قبل نتحدث عن موضوع منحك الجنسية، ودنا ناخذ الرحلة، تاخذنا كذا في جولة على الرحلة حقت الطب. حنا ما نعرف الشخص اللي خلف البالطو. الله يحفظك إن شاء الله. إنسان بسيط جدا، ولدت في المملكة العربية السعودية في الدمام، وعشت في الرياض ابتدائي ومتوسط وثانوية، والحمد لله كنت من أوائل مدينة الرياض. وبعدها يعني والدي الله يرحمه ويجعل من أهل جنات النعيم، كان رجل يعني مؤمن بقيمة العلم، وجدا داعم لي جدا فوق ما تتخيل. يعني كان مؤمن، وأنا كنت أحب الطب. كنت ساكن في قرب، درست في ابتدائية جنب المستشفى العسكري بالرياض في السليمانية. فكان كل ما أخرج من المدرسة أشوف الأطباء خلاص قلت لا، المستقبل طبيب إن شاء الله. كلنا دكتور ترى أحلامنا، اللي يقول أبغى طبيب أو طيار. والله احنا ما نطلع من الثنتين. والله لو أقول لك إني كاتب كلية الطب على العمارة اللي سكنت فيها في الابتدائي، وأنا الآن كل ما أروح الرياض السليمانية أحصل الكتابة لا زال فيها شوية، وأجيب عيالي أقول شوفوا ترى أنا اللي كتبته. شوفوا أبوكم كيف كان. والحمد لله رب العالمين على ما كتب، وأعطاني الله سبحانه وتعالى والدها صالحة وتدعمني أيضا، وبعد ذلك زوجتي الله يحفظهم جميعا. بعدين درست الابتدائي المتوسط والثانوي، وكنت أحتاج أني أدرس طب. فذاك الوقت سجلت في جامعة القاهرة، وانتقلت هناك إلى القاهرة، وكانت يعني رحلة جميلة 7 سنين ونص. فطبعا بتقول ليش مو 7 سنين؟ إيه؟ طب في مصر ذاك الوقت 7 سنين ونص، ما في 8 سنين ولا في 7. لا تسألني ليش. تتخرج ما تدري أنت مع الناس اللي قبلك ولا اللي بعدك يوم تطلع برا مصر، يقولوا إيش ذا أنت جاي فصل الموسم يعني. لكن كيف كانت التجربة هناك؟ تجربة جميلة، لأني تعلمت يعني من الشارع المصري كثير جدا، من الغني من الفقير. وجدت من الأطباء، من المهندسين، من جميع الفئات اللي في مصر تعاملت معها، وتعلمت يعني حقيقة الحياة، ومواقف كثير صارت لي. كلية الطب كيف كانت؟ كلية الطب بقول لك الآن الصدمة لما وصلت. طبعا تعرف في السعودية احنا 15-20 طالب في الفصل، ولما إذا زاد 30 يجيك المشرف حق الوزارة وليش 30 ويهاوشون. رحت حصلت نفسي الجروب حقي أو الشعبة 600 طالب. تحضرون في قاعة واحدة؟ 600 احنا، والقاعة اللي ورانا 600. فهمت علي؟ والمجموع الدفعة 1500. فلا تسألني كيف. المهم طبعا ذاك الوقت القاعات ما كانت مكيفة في ذلك الوقت، لكن سمعت بعدين صارت مكيفة. الميكروفون تسمع يتكلم الدكتور في ميكروفون، وأنا كنت يعني ما يعني بس يا الله يسمعون اللي قدام. وحر طبعا كان ذيك الفترة بداية سبتمبر، يعني عادنا في الحر الشديد يعني والله، وجاني زي الإحباط. وأنتوا اللي في القاعة أكثر من 1000 يعني؟ لا 500-600. طيب. واللي وراء في قاعة ثانية وراء. إيه ما هي مفتوحة على بعض؟ لا 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 إيه؟ قاعتين كل قاعة 600. فكان الموضوع بالنسبة لي حسيت نفسي ضايع. طبعا الشباب ما شاء الله المصريين شاطرين يعني في الموضوع، ملكة الحفظ عندهم حفيظة ما يحتاج ما شاء الله تبارك الله. ومصطلحات الإنجليزي كذا كانوا أفضل مني حقيقة في ذلك الوقت.
فأنا ما دريت وش أسوي، أترك أرجع. فاتصلت على الوالد قال لي ولا ترجع ولا أبغى أشوفك إلا بعد سنة. يا أبوي أنا أحس نفسي ضايع. يا داومت ثاني يوم ثالث يوم وفقني الله في واحد من أهل البحرين بالصدفة قابلته قلت له الوضع كذا كذا. قال بس دواك عندي تعال معي. فاضي؟ قلت فاضي. وداني مركز للدروس الخصوصية كان جنب الجامعة، عمارة جنب الجامعة. وادخل له ذاك المكيف والبراد وال10 كراسي أو 15 كرسي جنب. يا سلام. والدكتور جاي مبتسم. نفس الدكتور؟ كان تقريبا نفس الدكتور بس شفته بعد فترة. نفس الدكتور هو نعم، كان في مادة الفسيولوجي. فكان أتذكره إلى اليوم يعني مادة الفسيولوجي. وكان يعني أسلوب التلقين جميل جدا. بس قلت وصلت إلى ضالتك. يعني هي دروس خصوصية عادي. هم هناك في مصر هذه الثقافة، الدروس الخصوصية على مستوى يعني الجميع. لازم تأخذ من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعة. ما هو إحنا عندنا مثلا في السعودية يقول لك هذا كان يأخذ تقوية. لا لا لا، هناك هو الطبيعي إنه يأخذ دروس خصوصية. طبعا بعدين تفاجأت في نهاية السنة إن أوائل الدفعة كلهم هم اللي كانوا معي في الدروس الخصوصية. طبعا بعدين قللت الاعتماد على الدروس الخصوصية لأنه خلاص صرت ما شاء الله صرت أحفظ كويس، انطلقت يعني بالحفظ. وضبطت الإنجليزي حقي، الإنجليزي الخاص الإنجليزي اللاتيني حق التخصص يعني. ومشت الأمور ومشت الحياة الحمد لله رب العالمين. بعدها انتقلت إلى السعودية، رجعت من جديد. قبل أن أنتقل للسعودية حضرت مؤتمر لتطوير التعليم الطبي في مصر تحت رعاية الوزير مفيد شاب الله يرحمه، كان في كلية الطب، وكان يتكلم عن مستقبل الطب في مصر. فجالس يقول يا جماعة لازم البورد المصري أو الزمالة المصرية هي اللي تكون المستقبل. هم كانوا معتمدين نظام الأكاديمي، ماجستير والدكتوراه. قال خلوكم على الماجستير والدكتوراه للي هم في الجامعة لمدرسينكم، لكن الأطباء اللي بيشتغل في وزارة الصحة بيروح أقاصي الصعيد أقاصي كذا، وش يبغى في الدكتوراه؟ هو يبي يعني ما يعني بورد كلينيكي يترجم إلى مهارات يستفيد منها المريض. بس أنا لقطت الكلمة ذي منه قلت بس علاجك هو في السعودية في البورد السعودي. عود يا ولد. والله وارجع إلى الرياض. كنا ذاك الوقت يمكن 2005 2006 تقريبا 2006، واجلس ألفلف على المستشفيات. تبغى بورد؟ بس طبعا زي ما قلت لك جاي ب7 سنين ونص كلهم يقولون ليتك بكرت أو تعال بعد 6 شهور، وين أنت؟ وأدور المقاعد في كل مستشفى يقولوا خلاص قفلنا. فقلت ما الأفضل أني أروح هيئة التخصصات الصحية في حي السفارات وأقول لهم يا جماعة عطونا وين الأماكن اللي ممكن أسجل فيها. وأنا هناك أتجه لو التفت يسار إلا مستشفى الملك خالد تخصص العيون. قلت أروح الحين خاف الحين هذا عيون ما فيه مزح يعني، والمستشفى ما شاء الله ضخم له هيبة ورهبة. تبدأ الحلال أدخل ما أدخل. وش كنت تبغى؟ أنا في البداية كنت أبي عظام، كنت أبغى أي شيء بورد سعودي، بس في المقدمة أبغى عظام أو أشوف أي شيء تخصصي وليس عام. يعني ما لك نية تدخل أنت عيون؟ العيون كنت يعني مستحيل أدخلها، مو لأني ما أبغاها، لأني حاسس إنه مستحيل أوصل لها. قلت في نفسي يا ولد ادخل وسلم، وقد كان وقت صلاة الظهر جرب حظك وصل معاهم الظهر والله يكتب لي فيه الخير. والله وادخل لو ذيك النافورة البوابة اللي تشرح النفس، ويمر دكتور كذا ما شاء الله وجه طيب وسمح، كيف حالك يا أخوي، إيش أخبارك؟ طيب. قال لي معك دكتور فهد الذياب من الكويت. يا مرحبا، الساعة المباركة، إيش أخبارك؟ طيب. أبغى أدخل. قال لي إن شاء الله لك فرصة، بس يبي لك تقابل مدير البرنامج، وإن شاء الله ما هم مقصر معك إلا ويمر واحد دكتور اسمه التركي أصبح فيما بعد زميل وأخ ومن الناس الفاضلة جدا
يعمل في الرياض في جامعة الأميرة نورة. وبعدين قال لي القبول باقي عليه، اختبار القبول باقي عليه ترى كم شهر، تقدر أنت السنة دي راحت عليك، بس تقدر تقدم، وإن شاء الله إذا ذاكرت ما في مجاملة عندنا في اختبارات القبول وكذا، وترى فرصتك طيبة. قلت أبد أبشر. والله هو يعني إلى الآن ماني مصدق. خليني أروح هيئة السفارات يا رجال والهيئة وأترك لي من دول ماني مصدق يعني وش يصير. لا والله خذوني إلى الدكتور طلال الفاضل والله، وجلس معي قال لي بس أنت مكانك عندنا لو أنت رجل يعني فعلا بتاخذ الموضوع يعني بعزيمة قوية، ترى مكانك إن شاء الله موجود. فبس قال لي ترى المتقدمين عندنا كثير، 70 بناخذ منكم 10، ما في مضمون، ما عندي ضمان لك، بس أوعدك إذا جبت الدرجة إن شاء الله أن طريقك بيكون سهل. قلنا توكلنا على الله. طبعا نتكلم شخص ما عنده أي فكرة عن العيون ذاك اليوم. بعدين من يعني اللي على قولهم استلمني الدكتور التركي كان يعطيني ملخصات وما يعرفني، تخيل. لكن لا يزال الخير في أمتي إلى قيام الساعة. شخص ما تعرفه ولا يعرفك ولا شيء ولا مستفيد منك أي شيء أصلا، لو أعطاني مذكرات وأعطاني أوراق وأعطاني كتاب مجلدات، قال اقرأ، كتبنا الحلال كل شيء جديد علي. قال لي اقرأ، وأي شيء يستصعب عليك اتصل علي أشرح لك أبين لك. الله يكتب أجره ويبارك فيه إن شاء الله. ودخلت امتحان القبول ويا شاء الله أخذ المركز الثالث من 70 شخص. ما شاء الله تبارك. والحمد لله رب العالمين. هنا تغير التاريخ. الله. صرت أدرس، يعني صرت بدل ما أنا ضايع ما أنا داري وين أروح، صرت في أقوى بورد في السعودية. أول بورد في السعودية هو بورد العيون. وأنت ما كنت تعلم؟ ولا كنت، يعني بمحض الصدفة. البداية محض الصدفة طبعا، لكن الله لما يبي شيء وكاتبه، ربك يقول شيء لك شيء كن فيكون. سبحان. ودخلت البورد، ويعني احتضنني هذا المستشفى كما تحتضن يعني الأم ابنها، من أكبر واحد لأصغر واحد. اهتموا فيني في ال4 سنين، ويعني تبنوني، يعني وفروا لي كل الإمكانيات والتدريب. أنا ما يعني جالس أقول في نفسي أنا لو أروح أمريكا أو كندا وأصرف أدفع مليون في السنة والله ما حصلت التدريب. ليه؟ كيف كانت طبيعة التدريب؟ تدريب صارم، عسكرية. تيجي الساعة 7:30 تخلص الساعة 4:30، مو 4:15، 4:30. وعمليات تشتغل أنت إذا أنت ما أنت على قولهم إمكانياتك ما هي كويسة في العمليات، يجتمعون كل فترة يتناقشون كيف يطوروك، مو كيف يطلعوك البرنامج، يسوي لك اجتماع لوحدك. كيف نعالج المشكلة؟ كيف نعالج مشكلة عبد الله عنده مشكلة مثلا في عمليات مثلا الموية البيضاء، بس هو ممتاز في عمليات الموية الزرقاء، لا يطوروك هم، يشوفوا كيف يحطوك مع أكثر من شخص يهتم فيك، ويقولوا ترى بيجيك فلان عنده مشكلة فلانية الشهر الجاي، شهري هو الروتيشن. ففي الحمد لله يعني شفنا خريجين الدول الثانية، ما يعني ما شاء الله لا يقارن أحد بخريج البورد السعودي في طب العيون، مهارات جدا عالية. ومستشفى الملك خالد يعني من هو أفضل مستشفى في الشرق الأوسط في طب العيون، وله ترتيب عالمي أيضا في المستشفيات التخصصية في طب العيون. طيب هل البورد فعلا هو أصعب مرحلة للطبيب؟ هو حجر الأساس اللي أنت تبني عليه. والشيء الجميل في مستشفى الملك خالد أنك تشوف الحالات من كل الوطن العربي، مو من السعودية بس، من كل الوطن العربي. أنت في عيادة واحدة تشوف ناس يجون مثلا كنت أشوف من الإمارات، من الكويت، من قطر، كنت أشوف بعض الأخوة من العراق وسوريا، يعني المملكة عاد كنت أشوفها كلها، القريات مدري. فأنت تشوف العالم كله جايك، أنت تشوف يعني ما شاء الله كل الجنسيات، كل فات، والمدربين من جميع الجنسيات. لكن يظل كان المدربين السعوديين
هم الأفضل والأكثر اهتمام بك يعني، فهم اللي كنا نحرص نكون معهم. طيب بعد السنتين الأولى أنت تخصصت في تخصص الدقيق. بعد ال4 سنين. بعد ال4 سنين. بعد ال4 سنين أخذت البورد السعودي. حلوين. ويشاء الله إني في ال4 سنين أخذ المركز الأول في سنة ثانية ورابعة، والحمد لله رب العالمين. بدأ تخصص الدقيق، كيف كان الاختيار؟ كان الاختيار وش أدخل شيء، لازم أدخل شيء يخدم أني عارف أني يعني أبغى أخدم أكبر شريحة ممكنة. ومسألة أني أتعين في التخصصي ما كانت مؤكدة، فأنا لازم أختار تخصص أستطيع أن أعمل فيه في كل مكان ويكون لي بصمة فيه. فكان تخصص الجزء الأمامي من العين اللي هو زراعة القرنية والليزك والماء الأبيض، اخترته والحمد لله وجدت المساندة، وجدت يعني التقدير، وجدت الدعم من جميع من إدارة المستشفى، من جميع الأطباء اللي دربوني، الله يحفظهم جميعا. دكتور، كيف يكون التسلسل للطبيب؟ يتخرج من الجامعة بعدها يدخل بورد، ودي تشرح لي يعني أول ما يتخرج هو ما هو بدكتور، هو طبيب. بعدين بعد 4 سنين أخصائي أول اللي هو البورد، صرنا كامل الحين 7 و4 11. بعد ب3 سنين استشاري 11 و3 14. أنت تصير استشاري بعد 14 سنة من التخرج. طيب اللي يتخرجون الآن من طب وجراحة وطب بشري بعد مرحلة البكالوريوس هذا وش يطلق عليهم؟ طبيب، مو بدكتور. دكتور لما أنت مثلا نقول هو المسمى الإنجليش يقول لك أنا دكتور اللي هو الفيزيشن أو كذا، لكن المسمى الصحيح يعني في لغتنا العربية إنه الدكتور هو الذي عنده الدكتوراه في المجال، سواء يعني بعد يعني سواء أكاديمية أو دكتوراه كلينيكية. يعني طبيب. يا زينها طبيب وش تبي؟ خليكم مسميات، أهم شيء أنت كمريض وش تستفيد منه. لا احنا بس نبغى نفندها كمهنيا. لا بس هي طبيب، لكن عرفا في المجتمع صاروا يقولون دكتور. خلاص دكتور يعني لما كلمة تقول طبيب وكذا. في طبعا في بعض المناطق في السعودية خدمت أنا في عرعر تقريبا كانوا يسموني حكيم، خدمت سنة أو لا خدمت شهر في أثناء وجودي في التخصصي كان لازم تخدم في الأطراف، فذيك الفترة اخترت عرعر. ليه نادوك حكيم؟ هم هناك يقولون للطبيب حكيم، فخلاص حكيم خلاص امشي على العرف. بعد البورد وبعد التخصص الدقيق بديت الآن تنطلق. نعم. تتشكل حياتك ومسيرتك المهنية. اخترت نجران كأولى محطاتك. إيش القصة؟ كيف صرت في نجران؟ نجران ما كنت أتوقع حتى بنسبة 1% إني بجيها في يوم من الأيام. أنا مواليد الرياض وعايش في الرياض، يعني قلت خلني لو أبعد خلني أروح القصيم مثلا، لكن وش يجيبني نجران؟ سبحان الله العظيم، جاني عرض في جدة في قطاع خاص، وبعدين جاني عرض في كلمني دكتور الله يذكره بالخير، دكتور اسمه عبد الزبيدي، كان هو مدير مستشفى الملك خالد في ذلك الحين. كان تقريبا يجلس يكلمني كل يوم خميس بالليل، يعني خلاص الرجال استلمني 4 شهور 6 شهور، خلاص خميس بالليل إذا ما اتصل أقول إيش في ما اتصل. يا دكتور تعال مدري إيش يا ابن الحلال وش خلني أجلس هنا في الرياض وش يوديني نجران. قال لي ترى يعني هنا في ممكن تكون لك بصمة أكثر في المجتمع، بس بصمة أكثر في المجتمع نفس رسالة والدي لي، يا ولدي أنا أبغى يكون لك أثر وبصمة في مجتمعك، لا تفكر في الفلوس، ما بتموت إلا ورزقك معك. والدي بعد كذا طبعا أكرمه الله وأصبح تاجر ومستثمر ما شاء الله. فكانت يعني فالحمد لله رب العالمين، فكان دائما يعني داعم لي. فقلنا طيب توكلنا على الله، إيش عندك يا دكتور عبدو؟ قال والله أنا أبغى مركز عيون وأبغى عمليات نوعية تسويها. قلت له ترى أنا بطلب أجهزة غالية. بس أنت كان عندك عرض قبلها في جدة في الاستشاريون طب العيون، طبعا يحلم كل الأطباء العيون مثلا في القطاع الخاص بالاستشاريون مثلا، لأن زي الحبيب
من كل التخصصات. احنا حقنا العيون الاستشاريون، يعني مركز متخصص، يعني كمركز متخصص، وفيها اساتذه كليه الطب، وفي يعني في النخبه اللي يعني درسونا معظمهم يشتغلون في الاستشاري. ولكن اخترتنا جراحة. رغم ان الفارق حوالي 20,000 لصالح الاستشاريون في جده. فقلت له يا دكتور ترى أنا بطلب حاجات ب7 مليون. قال لي أنا أخاف منك أني أطلب الحاجات وأنت ما تجي، فهو خايف مني وأنا خايف منه. اتفقنا قلنا في 3 شهور حقت التجربة باجي، لكن لو ما شفت شيء ملموس سامحني خلني أطلع جدة. جيت بعد 40 يوم من وصولي تقريبا، جهاز الليزك والليزر موجود نفس اللي في التخصصي. قلت بس هذا الرجل يعني عند كلمته. بعدين طلبت منه أجهزة أخرى وكذا، يعني كلها توفرت يعني في نفس السنة اللي وصلت. وما كان في مركز مستقل للعيون يوم جيت؟ لا الفكرة المركز جات بعدين، لأن أول ما جيت هو كان غرفتين بس، وغرفتين للعيون وغرفتين للبصريات، 4 غرف. كل هذا هو قسم العيون. خلصنا. بعدين قلنا لا لازم يكون، فهو تبنى المشروع لكن ما قدر يكمله. كمل بعده الدكتور إبراهيم هميم الله يبارك فيه، والدكتور خالد عسيري حفظهم الله جميعا، ما قصروا، ما شوفوا في الموضوع تحت دعم سيدي الأمير جلوي بن عبد العزيز المساعد، الله هو اللي جاء وافتتح. وكانت يعني كانت لحظة جميلة في حياتي. شفتك بعد معهم في الصورة؟ أبدا الله. هذه تخيل لما يجيك ولد، أنا ذاك اليوم حسيت جاني ولد لما فتحنا مركز العيون، لأنك أنت جالس تبني من البداية، وتطلب الأجهزة وتطلب كذا والتفصيل يعني ولعلمك يعني ما كنا متخيلين هذا الإقبال كله. يعني في البداية كنا يا جماعة تعالوا سووا عمليات، تعالوا عندنا جهاز عندنا، بس بعدين ما شاء الله الحين صار الانتظار عندنا يوصل 6 شهور سنة في عمليات تصحيح النظر. هل طبيب العيون اليوم يا دكتور لازم يتخصص بشكل دقيق؟ في مهارات لازم يتقنها، في مهارات لازم يتخذها، يعني زي ما تقول في حاجة عامة زي إصلاح الجروح حقت العين، عمليات إصلاح انفجار العين، لازم أي طبيب يسويها. موية بيضاء أي طبيب لازم يسويها. لكن تعال لي في العمليات الثانية، زراعة قرنية لا هذا تخصص، الحول الأطفال هذا تخصص، الشبكية هذا تخصص، موية زرقاء هذا تخصص، قزحية هذا تخصص، أعصاب عيون، عندنا 6-7 تخصصات. أنت تخصصت في الليزر والليزك؟ أنا في الجزء الأمامي من العين اللي هو شامل زراعة القرنية، زراعة العدسات، الليزك والليزر، هذا هو يعني، والموية البيضاء طبعا. كم عملية سويت بعد افتتاح المركز؟ سوينا يا طويل العمر في السنة نسوي 1200 عملية، اضربها في 14 سنة واضربها في 2 اللي هو كم عين يعني، يعني عدينا 15 تقريبا، ما أحسب أنا بس يعني نقول 15. ونسبة النجاح اللهم لك الحمد عالية جدا، ويعني فوق 98% يعني الحمد لله. طيب خلنا ندخل شوي بشكل دقيق الآن في العمليات. كثير من الناس يخلطون ما بين الليزر والليزك، إيش الفرق بينها؟ يعلم بس إيش طريقة تحضير المريض مختلفة، لكن في الأخير تراك بتسوي ليزر. اللي أنت سويتها لي وشي؟ ليزر سطحي على بصمة عينك. ليش ما سويت لي ليزك؟ الليزك يمكن قرنيتك ما تحملت، يحتاج سماكة عالية، يحتاج سماكة عالية جدا، مو كل واحد عنده سماكة عالية، خصوصا عندنا في نجران هنا مو كل واحد، ترى عندنا المخروطية ذي زي السلام عليكم. بنجيها بس الآن الليزر والليزك يعني كلها نفس النتيجة. نفس النتيجة، بس مريض الليزك من ثاني يوم ولا هو ما عنده ألم. ترى مريض الليزك، مريض الليزر عنده ألم من ثاني يوم أو ثالث يوم خلاص هو ممكن يدخل الامتحان العسكرية. مريض الليزك، مريض الليزر لا يبغى له أسبوعين كذا. طيب الجفاف المرتبط، أنا يا دكتور إلى اليوم أعاني من جفاف. أنا ترى بحاورك كان في مشكلتي اللي أنا متأكد كثير من الناس يعانون منها. لا هي مشكلة شائعة. الجفاف وش قصته؟ أنا ترى عندي ميزانية شهرية لقطرات العيون. والله في أسباب بسبب العملية، في أسباب يمكن ما بسبب العملية، إنك مثلا تجلس على الجوال فترة طويلة، إنك مثلا تشغل مكيف بشكل كبير، تجلس في الشمس واجد، عندك مشكلة في الغدة الدرقية،
عندك مثلا متلازمة جيجرن اللي فيها جفاف اللم، حدث ولا حرج. عندك التهاب في الجفن، التهاب في الغدد الدهنية حق الجفاف، هذه برضه تجيب جفاف. فالجفاف زي ما نقول واحد أنا عندي صداع، بس يا كثر الأسباب. فهو سبب عادي، هو سبب، بس دور بس العلاج يعني متقارب في الأخير، تبدأ بقطرات ترطيب، هذه ما فيها كلام. طيب أنت ذكرت القرنية، وش فرق سماكة القرنية وش ممكن تؤثر فيه؟ القرنية الرقيقة إذا سويت لها ليزك أو يعني ممكن تدخل في مخروطية فيما بعد، يعني تحدب ومخروطية. وإحنا منطقة نجران عاد ما يحتاج، حنا أهل المخروطية، حنا بؤرة المخروطية، حنا وشرق أبها. وهذه أبحاث، مو كلامي، أبحاث أجريت في التخصصي، يعني إنه أكثر مناطق المملكة إصابة بالقرنية المخروطية. ليش؟ جزء منها الزواج الأقارب، جزء طبعا ما في أحد يقدر يقول لك 100%، بس جزء منها زواج الأقارب وطبيعة والشمس اللي في المنطقة هذه. يعني أنا اشتغلت مثلا في مثلا زي عرعر، لما يجيني واحد عنده قرنية مخروطية كل كم وكم أشوف، لكن بنجران في العيادة الواحدة أشوف لي 10-15، يعني ما عندي مشكلة. عشان كذا لازم نتبنى مشروع وطني يحمي شبابنا. أقول دائما شباب الثانوية العامة في أول ثانوي لازم نسوي لهم تصوير قرنية ونسوي لهم فحص بصريات، على أساس نلقط المريض مبكر. إذا عنده مخروطية نلقطه في البداية ونسوي له عملية تثبيت ما عاد يدهور. كيف؟ يعني إذا عنده علامات المخروطية، أنا كمختص أعرفها، أشوف وأقول هذا عنده مخروطية. هذا لو أتركه بيلبس نظارة بس كل شوي يبدل يا أبوي أنا ما أشوف، بغير النظارة. توني شاري لك إياه من 3-4 شهور، الولد مسكين جالس المقاس يلعب ما يتغير. فأنت إيش بتسوي؟ الطبيب هنا دوره يثبت القرنية بعملية اسمها كروس لينك، أو نسوي فيتامين على العين ونسوي أشعة فوق البنفسجية وخلاص المقاس يثبت ما عاد ينزل. لكن مو تصحيح، أنا ثبت على الموجود. والنتيجة تأخذ كم؟ 7 سنوات غالبا، لكن أغلب اللي سواه استفادوا. تمام. فهذه يعني، لكن لو إحنا لقطناهم من الثانوية، لأن المرض يبدأ في الثانوية، في معظم الناس يبدأ في الثانوية. فهذه يعني أنا إن شاء الله أسعى لمشروع وطني لهذا الكشف المبكر على القرنية المخروطية. طيب فرق العين يأثر على فرق العين الزايد يأثر على المخروطية؟ يجيب. طيب هذول الأولاد الصغار اللي عندهم الرمد الربيعي لما يفرك عينه، تعال سووا له تصوير قرنية بعد فترة، تحصل له مسكين دخل في مخروطية. فهذه مشاكل لازم ننتبه لها. يعني بالفحص المبكر بتقضي على كثير حالات. طبعا مريض القرنية المخروطية بعد فترة يحتاج زراعة قرنية إذا أنت ما ثبت له بدري. زراعة قرنية تكلف الدولة حوالي 20,000 العملية، هذه بس قيمة قرنية. والدولة الله يحفظها يعني يعني موفرة الآن القرنيات عبر مستشفى الملك خالد تخصصي العيون في المناطق الطرفية. وأيضا لدينا بنك وطني أو للقرنيات نفتخر به في مستشفى الملك خالد العيون تحت رعاية الدكتور عبد العزيز الراجحي والدكتور محمد المطلق هناك. أنت ذكرت أن القرنية المخروطية ما تطلع إلا بعد أول ثانوي، ما نقدر نكتشفها قبل؟ مع أن في فحص للطلاب قبل يدخلون حتى في المرحلة الابتدائية دكتور، ما يكتشفها الفحص ده؟ اللي في الابتدائية يكشف شيء ثاني اسمه كسل العين. يعني عندك عين تشوف واحد طبيعي، لكن عين تشوف وعين ما تشوف، ما يكتشفوها لا. لكن المخروطية بالنسبة يعني في حالات بسيطة كذا في الابتدائية، بسيطة قليلة، لكن أكثر شيء على التين ايجرز، سن المراهقة، على أول ثانوي. يعني ما تطلع إلا بعد تقريبا يعني في مؤشراتها تبدأ في الثانوية. يعني أنت بما أنك ذكرت الأطفال، من أول نادرا ما ترى نسبة كبيرة من الأطفال يا دكتور يعانون من كسل العين ويلبسون نظارات. اليوم الوضع صدمة، انتشرت. يعني جزء منها
يعني يعزو ذلك إلى الكورونا، إنه كثير من أولادنا يوم الكورونا جلسوا على الأجهزة وأثر عليهم، صار عندهم قصر النظر. واستدلوا أيضا بالدراسة اللي قارنت بين أبناء كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، هذول عندهم أجهزة وذولا ما عندهم أجهزة، لكن تعال في كوريا الجنوبية كلهم نظارات لأنهم أهل الأجهزة أصلا، واللي في الشمالية ما شاء الله أمورهم أفضل. فهذه أحد الدراسات اللي أيدت أن الأجهزة متهمة بقصر بزيادة حالات ضعف النظر. النظارة يعني ما أخوذ عنها مقولة شائعة أنها تسحب النظر، فهل ممكن تؤثر على الطفل اللي يلبس نظارة؟ لا بالعكس، هذه تحمي طفلك وانت تقدم له أكبر هدية لما تعطيه نظارة وهو صغير، لأن في عمر معين المخ لما يكون في كسل في العين فهو مكنسل العين ذي، يعني يتجاهل أي صورة من العين هذه. لو أعطيته نظارة بيصير يلقط من هنا ومن هنا الصورة، فبيدمجها في الرأس يصير يشوف بالعينين. لكن لو أنت يعني بالنظارة ما أعطيته نظارة بيصير خلاص مركز على عين واحدة وينسى المخ العين الثانية، تيجي في سن 14-15 قضي الأمر السلام عليكم، ما عاد ينفع شيء. فلو في شغل اشتغل من بدري. لبس نظارة، حافظ على نظارة من سن 4-5 سنين، سن 2 افحص، سن 4 ولا 5 سنين افحص، قبل المدرسة افحص. بعض الأطفال تشوف فيه دكتور الحول اللي عينه داخلة. نعم. هذه وش مشكلتها؟ هذا مشكلتك، هذا إنسان كان محتاج نظارة ووالده ما انتبه وما فحص وظهرت هو، لكن في البداية هذه أساسها أنه كان محتاج نظارة، فإحنا نسوي له مقاس. إذا تحسن بالنظارة خلاص ما عاد يحتاج عملية، ما تحسن بالنظارة قد يعني يتم مناقشة موضوع العملية بواسطة استشاري حول الأطفال. كيف تتم العملية؟ العملية لها تقنيتين، بالجراحة وباستخدام إبر البوتوكس. وطبعا ما شاء الله مستشفى الملك خالد رائد في هذه العمليات، وهناك دكتور ما دام جبنا سيرة الأطفال ذكرتني بشخصية محترمة وطنية اسمه الدكتور صالح المسفر. هذا الرجل العظيم اللي يعني متخصص في تخصص أورام العيون للأطفال، يعني اللي يولد عنده سرطان في عينه اسمه ريتينوبلاستوما. هذا الرجل من مشاهير العالم في هذا المجال، ورجل محتسب متفرغ لهذا الأمر، ويتابع الأطفال من ولادتهم لين يصير عمره 18 سنة. تخيل يعني شوف المجهود اللي يسويه هذا الرجل. وأذكر طبعا هو لما يجي واحد عنده ورم يقول للأم إذا جاك ولدك اللي بعده تعالي لي على طول، لا تنتظرين مواعيد، ادخلي عليه على طول. في يوم كشف الظاهر على عائلة يمنية جاي من اليمن، طبعا ما في أحد في اليمن ولا يعالج هذه المرض، يعني يقول لك تخصص دقيق جدا جدا جدا، وهذا الرجل مفخرة لنا جميعا. فيوم جات قال لها إذا جاك ولدك الجاي تعالي لي. الجماعة ما جو، الرجل انجن، راح يتصل على السفارة السعودية دوروا لي عليهم وخلوهم يدخلوا، هذول لازم يجوني. شوف الإنسانية في هذا البلد العظيم. الإنسانية يعني ما هي للتصوير ولا للشو ولا أعمال قبل تويتر وقبل التيك توك، هذا المواقف هذه. والسعودي بطبعه يعني نشمي ويعني معطاء. واتصلت السفارة السعودية يا جماعة هاتوا لي الجماعة دولة، وما قصروا الأخوة. والرجل إن شاء الله أنا متأكد يعني يمكن هذا شيء بينهم أنه ساعدهم حتى يعني ماديا. طلعت المشكلة مرة ثانية في الابن الثاني. نعم طلعت المشكلة سبحان الله، وزي ما هو توقع وجابهم وقال لها خلاص خلوكم عندي الحين، خلوني أعالج الاثنين. فأقول لك يعني كيف الإنسان يعني كيف المواقف هذه المواقف اللي أثرت فيني، إنه كيف الإنسان يعني شو اللي يخلي واحد يتصل على السفارة ويروح وتعال، الله يجزاهم خير إن شاء الله. لكن زي ما قلت الرسالة السامية للمهنة، الرسالة السامية، والإنسان السعودي سواء طبيب ولا غير طبيب، ألاحظ دائما النخوة والشهامة موجودة في إنسان هذا البلد والله الحمد. موضوع الحول والعملية قلت فيه طريقتين، بوتوكس وجراحة.
طيب كيف تتم البوتوكس وكيف تتم الجراحة؟ البوتوكس نحقن كلها العضلة، شغالين على العضلة، العين ما نلمسها، كرة العين. كيف تشتغل على العضلة؟ العضلة في عندك 6 عضلات تحيط بالعين. طبيب الحول يدرس العضلة اللي المفروض إنها تضعف أو تقوى، تمام، ويحقن وخلاص يضعف العضلة، هو تشتغل العضلة المضادة وتتعدل العين. هذا يجيبها لك ببساطة. ترصيص وزنية ميزان بس طبيا ميزان طبي. خلنا نرجع لموضوع الليزر والليزر. أي نعم. أنا يا دكتور يوم سويت العملية قلت لي أسبوع لا تطلع من البيت. نعم. قلت لك أبشر يا دكتور، وأسبوع أنا لابس النظارة. أكيد تراك يعني تحب تطلع. أي والله أنا نهائي خذيت أسبوع التزمت. الحمد لله. الآن يا دكتور اللي يسوي العملية بكرة تشوفها طالع يتمشى. للأسف هذا يزعلوني هذول اللي يطلعون وكذا. يعني بعضهم يتصلون عليهم في البر، يا دكتور ترى أنا في الشعيب والحين وأنا عيني توجعني، الحالة تونا مسوي لك عملية أمس وش ودك؟ قال والله اضطريت وأنا مواعد الشباب. يا ابن الحلال اجلس في بيتك. يعني التعرض للغبار والأتربة وللأشعة الضارة يعني يأثر على نتيجة العملية. إيش ممكن يكون الأثر؟ بعضهم يجيني قرحة اللي هي التهاب مكروب. إيش ممكن تأثر القرحة وتسبب؟ طبعا هذه تخرب لك العملية والقرنية. ولا عاد تقدر حتى تسوي العملية. ولا عاد تقدر تسوي شيء. سلام قولا من رب الرحيم، يعني ما عاد خلاص أنت اللي خربت عين. فأنا دائما أشدد أقول له إذا أنت ما أنت متأكد بالتعليمات لا تسوي العملية. ما إذا أنت ما بتمشي على لا تسويها أحسن لك من الأساس. وش التعليمات؟ التعليمات إنك تكون في جو نظيف وضوء خافت، خصوصا أول أيام مو ظلام، ضوء خافت يعني، ولا تتعرض للشمس والغبار والأتربة، والاستحمام ما يكون في استحمام إلا يعني مسح للعين لأن في عدسات داخل العين. هذه أهم التعليمات. بعض الناس ما هو بعارف أهمية العدسة اللي تحطها. نعم. يعني على سبيل المثال في عمليتي أنا جيتك بعد أسبوع، أنت قلت لي بعد أسبوع بنشلها، جيتك أنا بعد أسبوع وقلت لي لا نحتاج 3 أيام إضافية. أيوه. وش اللي يصير وتنتظر أنت علشان تشيل العدسة؟ أنا لما أسوي العملية تقنية الليزر أشيل طبقة واحدة بالكحول أو أشيلها بدون كحول حسب المريض وحسب الوضع. هذه الطبقة ترجع تتجدد زي جلدك، لو انجرح كذا حاجة بسيطة تتجدد. ففي ناس ما شاء الله على طول 3-4 أيام هو خالص، وفي ناس يتأخر شوي. فبس هذه هي. والعدسة أشيلها لما أتأكد أن الجرح خلاص طاب، وبعدها خلاص 6/6 إن شاء الله بعون الله. يعني بعد ما شل العدسة نعم أرجع لحياتي الطبيعية. وش تقصد بالحياة الطبيعية؟ هذا أروح للغبار أطلع بر. لا هذا كل واحد متى أروح للبر؟ لا تروح له بعد فترة 30 يوم 40 يوم تكون العين يعني خلاص خلصت الكورس حقك. أيوة تروح عادي ما في مشكلة، في الأخير كلنا نطلع البر يعني. وش أبرز المشكلات اللي ممكن تواجهونها بعد العمليات؟ عدم انتظام المرضى على العلاجات، يعني لأنها مو هي قطرة ولا قطرتين 3-4 كل ساعتين، وفي شيء كل ساعتين، في شيء بعد 4، في يعني يبغالك تكون مؤهل يعني للموضوع يعني. والمشاكل اللي ترجع لكم قد ممكن تتفاقم عندهم الحالة. بالضبط، إذا أنت يعني ما التزمت بالتعليمات ممكن تتفاقم عليك الحالة وكذا. أمراض العيون الشائعة، الموية الزرقاء يقولون يعني في مثل يقول لك يسرق النظر وأنت نايم. هل نجد يسموه السويرق. أنا أبغى المثل ذا من اليوم. الموية الزرقاء مرعبة، لأنه يجيك المريض في المرحلة، بعضهم يجيك في المرحلة الأخيرة خلاص يقول لك دكتور أنا أشوف كأني أشوف الدربيل، عارف، لأنه هو لما يبدأ يأكل النظر من الأطراف، ما 6/6 أنت إلى آخر لحظة. وش أسبابه؟ ضغط العين، يتآكل العصب البصري فالمجال البصري يخف. يقول لك ما عاد أشوف أنا مثلا الجوانب، بس أشوف كذا قدامي كان يشوف في ماسورة. هذا هو طبعا 6/6 إلى هذه اللحظة، مو أنه ضعيف 6/6، لكن يقول لك أشوف في ماسورة وفي دربيل، يختفي كل المجال حوله. فهذه طبعا ننصح دائما بعد 40 مقياس ضغط العين
ننصح أيضا مرضى السكر بقياس ضغط العين من فترة لأخرى، لأن في أسباب يعني نتيجة ضيق زاوية العين، وفي أسباب ثانوية. يعني مثلا في عندك يعني بسبب السكر، في عندك أوعية دموية قفلت زاوية العين، في كذا، في أسباب كثيرة، لكن يهمك أن يكون في فحص دوري على سن 40. كيف تتم معالجة المياه الزرقاء؟ أولا بالقطرات، أولا تحديد نوعيتها. تمام. في حاجات لازم تخش على العملية على طول، في حاجات لا، قطرات وبس. إذا ما فشلت القطرات فترة من فترات لازم أنت خلاص تكون عندك تسوي العملية الجراحية. وش العملية؟ العملية في كثير الآن عملية تطورت، في صمامات تزرع داخل العين وتسوي زي التفريغ أو تقليل الضغط داخل العين، صمام ذو مسار واحد يعني. وهي تجرى بنجاح وباحترافية عالية من قبل زملائنا في تخصص الماء الأزرق، وفي تخصص العيون يعتبر ما شاء الله مدرسة كبيرة وذات نتائج عظيمة في هذا. على طاري السكر اللي ذكرته، فيه كثير يعانون من ترشيح العين بسبب السكر. نعم. إيش مشكلته؟ هذا إنسان له سنوات لديه السكر وغير منتظم عنده التراكمي، فهذا للأسف يحتاج إلى إبر إذا كان الترشيح عالي، ويحتاج إلى إبر تقلل هذا الترشيح وينشف الترشيح هذا بحيث أنه يرى ويبصر بشكل أفضل. أي مريض سكر معرض للترشيح؟ أي مريض سكر معرض، ولا عشان كذا في فحص دوري. وأحب أضيف نقطة، الذكاء الصناعي ممكن يفيدنا في هذا الآن. يعني في مشروع إن شاء الله في نجران شغالين عليه، بعون الله بنسوي 6 نقاط لتصوير الشبكية لمرضى السكر. النقاط هذه في شرورة مثلا والمحافظات الشمالية ومراكز الصحية. اللي يسوي هذا الفحص ليس طبيب، ويسويه أي شخص من الكادر الطبي يكون عنده تدريب تمريض أو مساعد طبيب. والإبر الحين حنا في مرحلة التشخيص، مو كل واحد يسوي الإبرة. نصور الشبكية، البرنامج نفسه بالذكاء الصناعي يقرأ الصورة، هذا إنسان سليم روح بيتك، هذا إنسان يحتاج إبرة، هذا إنسان لديه مشكلة كذا كذا حول على الاستشاري، هذا إنسان لا تعال بعد 3 شهور ما تحتاج شيء الحين. هذا البرنامج وهذه الخطة موجودة بتخدم كثير من المرضى ومجانا. الدولة الله يحفظها بتسوي كل شيء. الإبرة كم توصل تكلفتها يا دكتور؟ الإبرة توصل من 7 إلى 10,000. الدولة الله يحفظها موفرة بشكل غير طبيعي هذه الإبر لجميع مرضانا وبكرم تام الله يحفظها الدولة. طبعا أنا عندي برضه أزرع عدسات داخلية على العدسة اللي الله خلقها ICL. أنا طبعا من النوائل اللي زرعوا العدسات هنا في نجران، وحققت أكبر رقم في المنطقة الجنوبية. ويعني العدسة الواحدة تكلف 7,000 ريال برضه، يعني المريضين العينين تكلف 14، وأسوي لي 150 مريض في السنة. فالحمد لله رب العالمين دعم لا محدود ما شاء الله. وجدته، وأسأل الله أن يكون عند حسن الظن. أنت تفخر يا دكتور أنك سويت العملية العدد الكبير ذا، بس حن صراحة ترى نزعل، ما ودنا يكون عندنا مرضى كثير. ودنا الناس كلهم عافين سليمين. اللهم لك الحمد. يوم أسافر من هنا لأبها أي نقطة تفتيش مثلا يشوفوني ولا شيء، دكتور ترى سويت عندك العملية، دكتور ترى سويت. هذا الشيء يعني قدام أولادي وقدام أهلي وكذا خليني فخور جدا أني أعطيت شيء تستحق لهذا الأرض المباركة الطاهرة الطيبة، ويعني إنك أثر في مجتمعك. تحققت نبوءة والدي رحمه الله. إن شاء الله الأثر مستمر. آمين. دكتور، كيف نحافظ على أنفسنا وما نصل لهذا المستوى اللي نحتاجك فيه؟ يعني إن شاء الله ما نحتاج إلا واحد مثلك، بس ما نبغى نحتاجك. يعني تقصد أنا خايف أرجع أسوي العملية. لا، هو طريقة اختيار المريض. إذا المريض تصلح له، أنا من الناس اللي ما أسوي العملية إلا بعد ما أكون متأكد هذا الرجال ما بيرجع له بعد كم سنة، وما في على قوله ما بيحصلني أنا على طول، فأريح راسي بدأ يقول له سوي ولا لا تسوي.
لكن الحمد لله أنا أحسبها من عدة، أشوف معامل التحدب، أشوف سمك القرنية، أشوف الصحة العامة، أشوف أهله تاريخهم المرضي، وبعدين أقول له سو. بس كسلوكيات مجتمع كيف نقدر نحافظ على أن احنا ما نصل لهذه المرحلة؟ في غير الأجهزة الإلكترونية اللي ذكرتها للأطفال، وإنك تحمي عينك بنظارة، مو بلازم حتى يكون عندك مشكلة، بس النظارة تعتبر نعم. حماية بحكم استخدام الأجهزة بشكل مستمر. هو في نسبة من البشر شئت أم أبيت مخلوقين من الله سبحانه وتعالى بقصر نظر، حوالي 20% من البشر تقريبا عندهم قصر نظر. هذه نسبة يعني سواء في أجهزة ما في أجهزة ولابسين نظارات، فهذولا يعني شيء أنا لازم أتعامل معهم عاجلا أو آجلا، يا يجوني صغار عشان يعالجون الكسل، أو كبار عشان أسوي لهم عملية تصحيح النظر. فهي جاية عادي يعني تعالي فعندي الله دكتور، الموية البيضاء إيه؟ إيش فرق عن الموية الزرقاء؟ لا، أنت تتكلم عن شيئين. الموية البيضاء هي عدستك اللي الله خلقها، المفروض أنها زي القزازة، زي قزاز السيارة، شفاف، يصير أبيض زي الأسكريم أو زي القطن الأبيض. هذه هي الموية البيضاء، وهذه تجي مع العمر، بتجينا كلنا، هي aging process، يعني عملية تجي مع العمر، كل واحد بيجي عمرية. يعني الموية البيضاء بتجينا كلنا تمام، وهذه تجي مع العمر. في واحد ممكن تجيه بدري شوي بسبب السكر الغير منتظم، بسبب يعني أمراض أخرى، بسبب أنه يأخذ كورتيزون، حبوب كورتيزون. عنده مثلا واحد عنده ربو مضطر يأخذ كورتيزون حبوب كل فترة، هذه شوي تبكر عليه، بس إنها تجرى مرة في العمر. فهمت علي؟ يعني زي موضوع الزايدة، أنا مرة يعني ما في واحد بيسوي عملية الموية بيضاء مرتين. والله خبر محزن. والله مع التطور اللي نشوفه والتقنيات، ترى الحمد لله العملية ما تأخذ الحين 10 إلى ربع ساعة، يعني الحمد لله. دكتور، بس لك عن معتقدات شائعة موجودة عندنا. تفضل. جاوبني بكل صراحة وريح. تفضل. هل الجزر يقوي النظر؟ لا، هو الجزر فيه فيتامين ايه، فهو على قولهم متهم جميل، يعني هو عنده فيتامين ايه، فيتامين أنت تحتاج أصلا في جسمك فيتامين ايه، بس هو موجود، يعني الفيتامين ايه موجود في كثير من الأكل ناكله، وإحنا نوصل لاحتياجنا من الأكلات، يعني ممكن تحصله في الورقيات، ممكن تحصله في كذا، ممكن. فموضوع إنه فيتامين ايه يعني هو فعلا موجود في الجزر، لكن موجود في أكلات أخرى، فما في داعي نقول كل جزر عشان تقوى نظر، لأنه موجود عندك. لكن البحارة اللي يجلسون بالشهور زمان يأخذ الفيتامين الجزر عشان يقوي النظر، هذا كان شائع عندهم لأنهم معزولين عن العالم. فما زالت النظرية لليوم. أي، فبس هذه النظرية بعدين توارثت. يعني بعض الناس إذا سألته يقول أنا ترى أكل جزر وغير عندي النظر، عنده اعتقاد يا دكتور. هذا نفسي، يعني موضوع نفسيا، يعني صارت معه، يعني دخل في الموضوع نفسيا حسن. موضوع آخر أيضا من ضمن المعتقدات الشائعة، التمارين. أنا على سبيل المثال أشوف بعض المقاطع يقول لك سوي تمارين، ناظر الجهة اليمين اليسار، غمض عينك، دلك عينك. هل التمارين تقوي النظر أو تعالج بعض المشاكل الموجودة عندنا؟ علميا ما في أساس علمي لهذا الكلام، هو بس في اختبار واحد فقط، اللي هو إنك تجيب القلم وتقربه لبعض الأطفال اللي عندهم لما يجي يقرأ عينه تحذف إلى الخارج، احنا نعطيه قلم ونقول له دربيه يا أمه، قربيه بس يشوف القلم كذا عشان تحاول العينين أنها تشوف بشكل متوازي. يعني لا الجزر يقوي النظر ولا التمارين ولا النظارة تسحب النظر، لا ما تسحب النظر، بالعكس الهدية، أكبر هدية أعطاها ولدك هي النظارة. العدسات التجميلية، إيش رأيك في العدسات التجميلية؟ منك أنت جبت لي موضوع مؤلم جدا ومرعب. كم حالات شفتها سواء في الرياض أو هنا، لبنات صغيرات مثلا يجون بقرحة كبيرة في القرنية. المشكلة يعني الميكروب حق العدسات اللاصقة ميكروب ما يرحم، يعني إذا حصلت جرثومة في القرنية بسبب العدسات 48 ساعة قد القرنية كلها بيضاء صديد.
تمام. فهذه من الحالات المخيفة لي، أنا ما عاد أنام إذا شفت قالوا لي وجات بنت عندها قرحة في العين بسبب، بس على طول أشغل سيارتي وأروح لأن يأخذ منها مزرعة وعينة وأرسلها وشوف. وفي نوع بعد فطريات إذا طلعت اسمها كانثاميبا هذه نجلس 4-5 سنين، آسف، تجلس بعضهم 4 شهور إلى سنة، بعض الحالات تجلس تتعالج، وفي الأخير نزرع قرنية بدل قرنية. فلازم اللي أرجوكم النساء اللي يلبسون عدسات لا يناموا فيها، يستخدموا محلول نظيف، ما يغسلوا بموية حتى لو موية القوارير، يأخذوا المحلول الطبي الخاص بالعدسة، موية الحنفية برضه، فينتبهون من هذا الشيء. وبرضه إذا صارت مشكلة يجيبوا معاهم حقهم العدسات، علشان هذه أنا أسوي لها مزرعة عندي أشوف الجرثومة وشي. يعني إذا أحد جاته مشكلة يجيب حتى عدسات، يجيب العدسة والمحلول، ناخذهم نسوي لها مزرعة ونشوف وش الميكروب اللي جاء. شفت حالات كثير يعني الحمد لله ما عاد كثير زي زمان، بس إنها إذا جات قبل أسبوع لسه أو أسبوعين توني مدخل واحدة نفس المشكلة، بنت صغيرة 17 سنة و18، وعندها الحمد لله تحسنت بالأدوية، بس للأسف بقت بقعة بيضاء نتيجة للميكروب، ما قدرت أشيلها، ما عاد بيدي، لكن أنقذت عينها الحمد لله رب العالمين. يأثر عليها في المستقبل؟ يأثر في يعني بدري، أنا ما أتكلم عن هذه الحالة الخاصة، لكن أتكلم بشكل عام أن السكارس أو الندبات بعضها له تأثير كبير وبعضها يعدي على خير. كيف ممكن يكون أثرها الكبير؟ كل ما كانت قريبة من السنتر بالبؤبؤ كل ما كان أثرها أكبر على المريض وتأثيرها أكبر عنه. وين ممكن تؤدي النتائج؟ كيف؟ اللي موضوع ضعف البصر، ضعف الإبصار. قد تفقد عينها؟ لا، كلمة تفقد معناتها هذا نعم أو لا، نقدر نقول بدل ما هي تشوف 100% ينزل معك 20-30%، تصير 70% مثلا. بس ممكن تتراكم الحالة بعدين مع زيادة العمر. لا، هو مع خلاص الموية البيضاء اللي بتجينا كلها، هذه عاد هذا موضوع ثاني، لكن يعني خلاص ايش تسوي يعني. فالحذر ثم الحذر الحذر والتوعية من مخاطر العدسات اللاصقة، وطبعا وتبديل الاستعارات بعضهم. بدل عدسة بدل عدسة وعطني وخذي فلان أعطيني عدستك. انتبهوا. العدسات اللي تتحدث عنها عدسات الزينة، بس هل المشكلة اللي ممكن تحدثها هي نفس العدسات الطبية؟ يعني نتيجة قد تكون إذا واحدة. كان المستخدم غير ملتزم بمعايير النظافة، ينام في العدسة، يتروش فيها، المحلول يلا أي محلول السلام، غسلها بموية الموية البلدية، غسلها بال يعني بعضهم ما يصير. فأقول لك يعني الواحد ينتبه. طيب في شركات معينة قد ممكن تؤثر، يعني أنت تنصح مرضاك بشركة محددة؟ لا، أنا ما أنصح بشركة محددة. معظم العدسات الطبية هي معتمدة من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأي شيء يدخل السعودية عادة يكون أصلا قد ما قصروا الشباب في الهيئة يعني. مواد الجبس والبناء إيش ممكن تسوي في العين؟ هذه برضو الحروق الكيميائية. كم جوني أطفال كانوا يلعبوا في مواقع بناء، هذه لأنها تدمر الخلايا الجذعية حقت العين. يعني شفت لما قلت لك نسوي الليزر وبعد أسبوع يرجع كل شيء زي ما كان، هنا ما يرجع كل شيء زي ما كان، لأن الخلايا الجذعية اللي تولد الطبقة حقت القرنية راحت. يا ساتر. يعيش في جرح فترة طويلة، وبعضهم مدى الحياة، ونسوي له غشاء وحالته حالة ويتأثر النظر بسبب موقف بسيط، لعب في جبس أو في اسمنت. عشان كذا أقول دائما يعني الآباء تخلصوا لو في كمية جبس بسيطة، بعضهم يقول خلها بنحتاجها بعدين، ارمها يا رجل، زكاة عنك وعلى عيالك، ارمها. ولا أسيد ولا شيء، هذه المواد ما في داعي تحتفظ فيها، تخلص منها، والله يحفظنا ويحفظ يا رب. دكتور، الحديث معك ما شاء الله يعني نبحر حتى في كل نقطة. ودي أسألك بعد هذه التجربة عن مستقبل طب العيون.
أشوف أن الذكاء الصناعي بيدخل بشكل كبير. وش آخر التطورات اللي أنت شفتها الآن هذا قدامك المشروع اللي بنسويه في نجران إن شاء الله، اللي هو قراءة الشبكية بواسطة الذكاء الصناعي لمرضى السكر. يقرأ الشبكية وهو يحدد تروح الاستشاري ولا روح بيتك. طيب الشرائح الإلكترونية اللي يقولون تنحط في الدماغ التشيبس هذه كانت المملكة الله يحفظها من أوائل الدول اللي في الشرق الأوسط اللي سوتها، واستفاد منها بعض المرضى اللي عندهم العشاء الليلي، بس مو كل المرضى، بعض المرضى يعني في اختيار معين. زودت له بس ما في شيء يعني ما في شيء زي الشبكية اللي الله خلقها، لكن في اتجاه عالمي لإنتاج شبكية إلكترونية، لكن ما بعد إلى الآن وصلت، كل شغالين عليها. الشبكية الإلكترونية هذه ممكن تعالج الأعمى تخليه يبصر؟ والله حسب تقنيات معينة إنه ترسل، بس ما في شيء زي الشبكية اللي الله خلقها يعني، لكن تساعد على الحياة، تحسن من نوعية حياته. غير الشرائح الإلكترونية أيضا العدسات المتطورة، الماء الأبيض. الماء الأبيض في عدسات، طبعا في تطور كبير في هذا الموضوع. في الآن معظم العدسات اللي نزرعها اليوم هي أحادية، اللي تشوف البعيد والقريب ما أشوفه. الآن صار في عدسة تشوف البعيد والقريب، في عدسة تشوف البعيد والقريب، والأحادية تشوف البعيد فقط، الثنائية تشوف البعيد والمتوسط ولا تشوف القريب. يعني الكمبيوتر أشوفه هذا، لكن الحروف الصغيرة ما أشوفها. هذه الثنائية. الثلاثية لا، أنا أشوف القريب والوسط والبعيد، ومتوفرة. وصرتوا الآن تستخدمونها؟ نستخدمها ليس لكل المرضى، ما تصلح للجميع. ليش؟ المرضى اللي عندهم انحراف قرنية عالي، اللي عندهم ندبة في القرنية، زي هذه اللي جات لها قلنا ندبة وهي صغيرة في القرنية، ما عاد ينفع أسوي لها لأن عندها انحراف قرنية بسبب الندبة. فإذا كان لازم تكون القرنية صافية، فلها متطلبات معينة. أنا مستنبط حاجة من كلامك، أن أي مشكلة في النهاية قد تحدث بعيد الشر عن الجميع، أنها تعود إلى سلوك الفرد وتشخيصها المبكر والظروف المحيطة أيضا. نعم. يعني على سبيل المثال في الظروف المحيطة، هل فعلا الجبال واللي يسكنون في المناطق المرتفعة القرنية المخروطية تكون عندهم أكثر؟ والله يعني يعزى ذلك إلى كثرة الأشعة فوق البنفسجية، طبعا عندنا زواج الأقارب. فهذا من أسباب انتشار القرنية المخروطية زي ما قلت لك. فالظروف هذه كلها قد تؤثر بعدين حتى في أنك ما تستفيد ممكن من أي تقنية حديثة وأصبحت موجودة لتطبيقها علشان تعالج المشكلة. عشان تعالج فالحرص والاهتمام مهم جدا حتى في البداية، والتشخيص المبكر. أي مشكلة في بدايتها ملحوق عليها. دكتور، بدخل معك في موضوع حساس، المكفوفين. هل من الممكن أن يبصر من جديد المكفوف بحكم التقنيات والتطور اللي نشوفه؟ في التطور اللي الآن، ويعني كل شيء بأمر الله وارد، يعني بأمر الله كل شيء. وين نشوف حنا متوجه؟ وإنما يقول له كن فيكون. لكن في التقنيات والتطور اللي اليوم ما بعد في شيء مؤكد وواضح، بس البوصلة رايحة إلى هنا. البوصلة كل شيء رايح إلى اتجاه التحسين إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم. بعض المكفوفين حتى مو مكفوف بنسبة 100%، يعني تجده يبصر بنسبة بسيطة. نعم. هذا له علاج؟ هو هذا اللي كلمتك إنه في تخصص العيون تبنوا يعني الشرائح هذه تحسن شوي، يعني تحسن كم تقريبا، كم النسبة؟ والله يعني بالأمتار، يعني ما هي والدولة الله يحفظها هذه الشريحة الواحدة تكلف في حدود $1,000,000 ريال، والدولة الله يحفظها تزرعها يعني الكل مستحق، يعني بكل يعني متوفرة، والله الحمد لله نحن في وطن عظيم. الله يقويكم، وإن شاء الله تجدون حل حتى لأهم مشكلة المكفوفين. اللهم احفظ يعني ولاة الأمر في هذه البلاد الطيبة المباركة، مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، على توفير كل جديد وكل جهاز وكل يعني وكل تقنية موجودة عندنا. يعني تخيل كل الأجهزة، كل المستهلكات، كل شيء تبيه موجود. كان عندنا دكتور يطبق عندنا من كوبا، كان يقول عبد الله تدري إن كوبا كلها ما فيها إلا جهاز واحد رنين، وفي العاصمة هافانا، ما أدري. قلت له مو معقول،
احنا قلت له عندنا في نجران 5 أو 6 أجهزة يا رجال. فقال لي أنتوا هنا محظوظين. قلت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، احنا في خير كبير. دكتور، مسيرة أكثر من 20 سنة، اللهم لك الحمد. توجت بمنحك أيضا للجنسية السعودية. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ودي أعرف المراحل قبل حصولك للجنسية، ومتى تلقيت الخبر، واليوم ماذا تمثل لك المملكة؟ أولا الجنسية ذي السعودية هذه حلم الحياة كانت بالنسبة لي من الابتدائية، وهذه البطاقة هذه في جيبي على طول، والله الذي لا إله إلا هو من يوم تجنست ما قد حطيتها هنا. ليه يا دكتور؟ تعظيم واحترام وتقدير لهذه الجنسية العظيمة. اللي حصل لما رشحوني للأحوال، رشحوني للجنسية السعودية مديرية الصحة. عام كم؟ في 2019 تقريبا. طيب، كان في معايير يعني؟ كان في معايير ولجان وكذا، مو اختيار كان عشوائي، معايير ولجان، والحمد لله رشحت. من يوم عرفت اني مرشح كل يوم ادور عند الاحوال المدنيه وحولها يا دكتور، تيمنا وتبركا متى بتطلع البطاقه ذي من الاحوال. فكانت يعني يمكن 2 أو 3 وانا يعني مشتاق لهذا اليوم اللي بيقولوا لي فيه ترى اخذت الجنسيه. وسبحان الله العظيم، ويجي ذا اليوم اشوف اتصال من الرياض 011. قلت ارد ما رد، جاي يكون ذولا حقين نصابين حقون لا عطنا رقمك وعطنا. لا والله كانوا متشرين ذاك الوقت. اي لا والله، يقول لي واحد بيكلمك معالي وزير الصحة بعد شوي. قلت خلاص خير إن شاء الله. قلت إن شاء الله إنه الفرج. والله يتصل علي الدكتور أستاذ فهد الجلاجل الله يبارك فيه، ويقول لي يبلغك مولاي خادم الحرمين الشريفين تحياته، ويبلغك بالأمر الملكي الكريم منحك وأولادك الجنسية السعودية، وأنقل لك تحيات سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطال الله في عمره. والله بكيت لا إراديا، بكيت، لأن تخيل من 3 ابتدائي واسمعها اليوم يتحقق الحلم اليوم. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، اللهم لك الحمد لك الشكر. وبعد هذه الجنسية طبعا زالت المسؤولية علي، خصوصا أول ما أخذتها قابلت سيدي الأمير جلوي بن عبد العزيز أمير منطقة نجران، وهنأني بذلك، وأكبر وسام على صدري هو شهادة مولاي، وأكبر شهادة عندي ما هي الطب والمولاي خادم الحرمين الشريفين من ناحية الجنسية. هذه بحد ذاتها شهادة عظيمة، اختياري من بين مئات الأطباء، كم يا طبيب وكم، لكن الله سبحانه وتعالى وفقني لهذا الشيء. ف يعني هنأني سيدي اسمه أمير المنطقة بهذا بحصولي على الجنسية السعودية، وشعرت بالمسؤولية صارت أكبر نحو هذا المجتمع. ما عاد أنا طبيب بس، لا، طبيب ولازم يكون عندي رسالة وبرنامج وطني، وإني كيف أهتم أحارب القرية المخروطية، أحارب العمى، فكانت يعني اللهم لك الحمد، الله بس يجعلني عند حسن ظن ولاة الأمر في هذه البلاد الطيبة الطاهرة المباركة. والدك كان حي يوم جاك الخبر؟ الحمد لله، وسجد سجود الشكر أول ما عرف. كيف كان يا الله يا الله، الوالدة يعني لا زلت أتذكر. قفلت الجوال؟ أبغى التفاصيل يا دكتور. أول ما قفلت الجوال لا كان موجود في نجران، لأن ذاك اليوم لما هي مرحلتين، تبصم وبعدها بأسبوع تجيك البطاقة من الرياض. لما بصمت هو عرف، قلت له جاء نجران لأنه يبغى يفرح معي، يعني هو والدتي. دخلت وسوي كذا سجدوا على طول سجود الشكر من الفرحة. طبعا يعني والدي له حوالي 40 أو 45 سنة 50 سنة في السعودية، ويعني كان فرحان جدا. والجنسية طبعا، ومن يومها وأنا أخذت البطاقة دي وهي في جيبي هنا اللي فوق، ما قد سويتها. والله تستاهل يا دكتور، والله احتراما وتقديرا لهذا الوطن العظيم. دكتور، والدك مو بس الوحيد اللي فرح، ولا والدتك ولا أسرتك الكريمة.
كل الناس اللي كانوا حول الدكتور عبد الله، وأيضا اللي ما يعرفون الدكتور عبد الله بس يسمعون به، فرحوا فرح عظيم. نجران كلها فرحت الحمد لله. لو أقول لك والله الذي لا إله إلا هو، الساعة 1 ذاك اليوم إلى الساعة 6 المغرب الجوال ما سكت، يعني ورا بعض تهنئة غير الواتساب، تهنئة من الجميع، من جميع الشخصيات في نجران. وجماعة رحت أصلي المسجد، تخيل العيال الصغار في حديقة، صغار، ألف مبروك الجنسية، ألف مبروك الثقة الملكية، ألف مبروك، يعني خلوني أحس بالمسؤولية زيادة. تخيل عيال صغار يلعبون كورة وكذا في الحديقة، 7 سنين 10 سنين، يجي يكلمك بالطريقة ذي، يخليك تحس بالمسؤولية الأكبر. وحتى في المستشفى كان استقبال المرضى لي، جوي كلهم يسلمون علي ويحبوني وكذا أول يوم دوام لا بالغطرة والعقال وكذا وجولي وسلموا علي وقصروا والله الشباب. يعني أول يوم لبس فيه غطرة والعقال. طبعا لو تشوف كمية الهدايا والمشالح والأشمغة إلى اليوم ألبس منها. يعني أهدوني أهل نجران الله يطول عمرهم، تستاهل. يعني هم أهلي في الأخير ما شاء الله تبارك. أنا حتى أشوف ثوبك يا دكتور هنا على طول، سيفين ونخلة ما يحتاج من ذاك اليوم خلاص أبد. أحمد الله، أنت تنتمي مو لأي وطن، أنت تنتمي لوطن الإنسانية، وطن الحرمين الشريفين، الحمد لله، الوطن الجميل اللي حكامها آل سعود اللي صنعوا المستحيل من الرمال الصحراء، صنعوا واحدة من أعظم دول العالم اليوم. اللهم حمدا وشكرا. هذا كله بسبب الرسالة السامية اللي كان يوصيك فيها والدك. توفيق الله سبحانه وتعالى. الله يرحمه. أنت اخترت أن تأتي إلى هنا وتؤسس هذا المركز وتضع لك بصمة على المقابل المالي. الله يعطيك العافية دكتور. الله يجزاكم خير وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكون عند حسن ظنكم.